بيان رسمي بشأن أزمة كريستيانو رونالدو في معسكر البرتغال. فجرت الصحيفة ريكورد البرتغالية مفاجأة من العيار الثقيلة حول القائد المنتخب كريستيانو رونالدو وكواليس وجوده على مقاعد البدلاء ضد سويسرا في ثمن النهائي المونديال قطر. ونشرت الصحيفة على غلافها الخميس ما نشيت بعنوان رونالدو هدد بالرحيل. وكشفت الصحيفة البرتغالية أن الضون هدد برحيل معسكر بلاده في كأس العالم فور علمه بجلوسه على دكة البدلاء خلال لقاء سويسرا. ومن ناحيته نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشكل قاطع ما أثير عن تهديد كريستيانو رونالدو برحيل عن معسكر منتخب البرتغال في كأس العالم بسبب جلوسه على دكة البدلاء أمام سويسرا في ثمن النهائية. ويبدو أن الأزمة بين رونالدو والمدير الفني للمنتخب فرناندو سانتوس بدأت خلال مواجهة كوريا الجنوبية بدور المجموعات عندما قرر سانتوس استبدال رونالدو في الدقيقة 65 والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله. وظهر رونالدو غاضبا أثناء خروجها والتقطت وسائل الإعلام كلمات التي رددها رونالدو خلال خروجه من أرض الملعب قائلا أنت مستعجل جدا لإخراجي. وكان الغضب واضحا للغاية على وجه الضون وهو ما علق عليه المدرب خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء سويسرا مؤكدا أنه أمر غير مقبول. وقرر على إثره معاقبة رونالدو بوضعه على دكة البدلاء في المباراة الأخيرة ضد سويسرا. إلى اللقاء.